ازيكم يا شباب. فيلمنا بيبدأ بالمخرج كارل اللي بيعرض فكرة فيلم جديد على مجموعة منتجين وهيتصور في جزيرة اسمها جزيرة الجمجمة، لكنهم بيرفضوا وبلغوه فشل الفيلم وانه هيضيع فلوسهم، فبيضطر يسرق معدات التصوير بمساعدة بريستن المساعد بتاعه. وبالرغم انه متعثر ماليا لكنه صمم على فكرة الفيلم. وقابلته مشكلة تانية ان البنت اللي كانت هتقوم ببطولة الفيلم اعتذرت، وبدأ يدور على بطلة تانية تقوم بالدور. وبنروح لآن اللي بتشتغل ممثلة، وهي بتروح للمسرح اللي بتشتغل فيه وبتلاقيه اتقفل بسبب الإفلاس، وتفضل واقفة مستنية المخرج ويسترن عشان يديها دور في فيلمه الجديد. وبيكلمها من غير أهمية وبيقول لها إنهم ادوا الدور لممثلة تانية ونصحها تمثل في أفلام تجارية عشان تعرف تعيش، وبيسيبها ويمشي. وبعدها بيقابل كارل آن صدفة في الشارع وبيعرض عليها دور البطولة. في البداية بترفض آن لأنها مش واثقة فيه، ولما بتعرف إن اللي كاتب الفيلم جاك ديركسون مش بتتردد ثانية لأنه كاتب محبوب ومشهور بأعماله. وبيقرروا يروحوا للسفينة عشان يبدأوا السفر للجزيرة اللي هيصوروا فيها الفيلم. وأول ما بيوصلوا للسفينة بيجري بريستن على كارل وبيقول له لازم يتحركوا بسرعة عشان المنتجين بلغوا عنهم الشرطة بسبب سرقة المعدات وإنها جاية في الطريق دلوقتي. وبيطلعوا السفينة وبنلاقي جاك كاتب الفيلم بيدي كارل السكريبت اللي كتب فيه 15 صفحة بس. وما بيبقاش قدام جاك طريقة غير إنه يعطله عشان يفضل معاهم على السفينة ويروح معاهم الجزيرة ويكمل كتابة الفيلم. وبينجح فعلا في كده وبتتحرك السفينة بيهم وبيستسلم جاك للأمر الواقع. وتاني يوم بتتعرف آن على باقي فريق العمل ومنهم جاك، وبتبقى معجبة بيه جدا وبكتاباته. وبيبدأ كارل بتصوير المشاهد الأولى على السفينة، وبعدها بيقعد كارل وجاك عشان يزودوا كتابة بعض المشاهد عن جزيرة غامضة محدش اكتشفها اسمها جزيرة الجمجمة. وبيتفاجئ جاك انهم هيصوروا الفيلم في جزيرة، وبيقول له كارل ما يعرفش حد من فريق العمل عشان ما يخافوش ويقلقوا. فبيسمعهم واحد من طاقم السفينة وبيروح يبلغ القبطان. وهنا قبطان السفينة بيقول لكارل انه كذب عليه وقال له انهم هيروحوا سنغافورة، وبيفهموا كارل انه عايز يروح يكتشف الجزيرة ويوريها للعالم كله. فبيحكي له قبطان السفينة عن واقعة حصلت معهم من 7 سنين، وهم كانوا في البحر لقوا واحد ناجي من البحر وكان عايم لكذا يوم في البحر. ولما نقذوه قال لهم ان سفينته اتحطمت على جزيرة غريبة، وان هناك كمان جدار ضخم بطول 30 متر وغير الاصوات المرعبة اللي سمعها هناك. وبيقول كمان ان في الجزيرة دي عايش كائن ضخم متوحش وانهم مش عارفين الكائن ده بشر ولا حيوان. فبيسخر كارل من كلامهم وبيقول لهم الوحوش دي موجودة في الافلام بس. فبيقطعوا القبطان وبيقول له انهم لو راحوا مش هيرجعوا تاني. وساعتها بيبان على كارل انه قلقان. وتاني يوم بيكملوا مشاهد على السفينة وبيقع جاك في حب آن، وبيقول لها انه كتب مسرحية كوميدية هتكون هي بطلتها. وبالليل بيتوهوا في البحر، وبعد محاولات كتيرة عشان يقدروا يوصلوا بيستسلموا وبيقرروا يرجعوا مرة تانية. لكن هما ماشيين بيلاقوا ضباب شديد والبوصلة بتاعتهم باظت وبقوا مش عارفين يحددوا الاتجاهات. وفجأة بيلاقوا قدامهم صخور كتيرة وبيحاولوا يبعدوا عنها، لكن للأسف معرفوش واتخبطت السفينة في جبل وعملت خرم في السفينة والسفينة وقفت عن الحركة خالص. وأول ما الضباب بدأ يروح بيلاقوا قدامهم جدار كبير وخلفه الجزيرة اللي كانوا بيدوروا عليها. وبيقرر كارل انه ينزل هو وطاقم العمل في مركب صغيرة، وبدأ فعلا في دخول الجزيرة. وهنا طاقم السفينة بيحاولوا يصلحوا الخرم اللي في السفينة عشان يقدروا يرجعوا. وبيدخلوا الجزيرة وبيلاقوها مكان مهجور، وبيلاقوا جماجم كتيرة وهياكل عظمية لبني آدمين. وفجأة بتظهر ليهم بنت واقفة بعيد وشكلها مرعب، وبيقرب منها كارلو بيديها شوكولاتة لكن بتصرخ في وشه وبتجري ناحية مكان فيه ناس نفس شكلها وطريقة لبسها. وبتهجم الناس أصحاب الجزيرة على فريق العمل وبيموتوا منهم أشخاص من فريق العمل. وبيسمع القبطان الهرجلة اللي حاصلة في الجزيرة وبيروح بسرعة هو وباقي طاقم السفينة، وبيبقى معاهم سلاح وبيقدروا يحموا طاقم العمل. والقبطان بياخد كارلو وباقي فريق العمل وبيرجعوا للسفينة، وبيقرروا يرجعوا لبلدهم بمجرد السفينة تتصلح. وفعلا بينجحوا وبيصلحوها، بس جاك بيكتشف ان آن مش في غرفتها، فبينطلق كل الموجود في السفينة ويروحوا كلهم يدوروا عليها، لكن للأسف مش بيلحقوها. وبنعرف ان سكان الجزيرة خدوها وقدموها قربان للوحش اللي عايش في الجزيرة. فبياخدوا أسلحتهم ومركب وبيروحوا للجزيرة، لكنهم لما بيروحوا مش بيلاقوا حد، لكن بدأوا يسمعوا صوت صراخ آن جاي من ورا الجدار الضخم. ولما راح كارل قرب الصوت بيرجع مصدوم عشان بيبقى شاف الوحش كونج. وبيبلغهم قبطان السفينة انهم قدامهم 24 ساعة بس يدوروا على آن، ولو ما لقوهاش هيضطروا يرجعوا للسفينة. فبيقرروا انهم يقسموا نفسهم وبدأوا ينادوا على آن بصوت عالي، بس مش بيلاقوا اي اثر ليها في الجزيرة. وبيظهر لهم حيوان ضخم وبيهاجمهم كلهم، لكن بينقذهم قبطان الجزيرة وبيضرب عليه نار. في الوقت ده بتبقى آن مع الوحش وبتحاول تهرب منه لكنها مش بتقدر. وبيعدي 24 ساعة وبيطلب منهم القبطان يرجعوا للسفينة،
وفجأة بيشوفوا آثار أقدام الغوريلا كونج وبيتصدم جاك من حجمها. أما كارل كل اللي يهمه تصوير العمل في الجزيرة حتى لو ضحوا بكل طاقم العمل في سبيل الفلوس. وفجأة بتظهر ديناصورات ضخمة جدا وبتهاجمهم، وبيموت ناس كتير جدا من أفراد طاقم السفينة، وعشان الطريق اللي بيجروا فيه ضيق فبتقع الديناصورات فوق بعضها وباقي الفريق بيهرب منهم. ولسه بتحاول آن تهرب من كونج وبتعمل نفسها نايمة عشان ينشغل عنها، ولما بيبعد شوية كونج بتبدأ تتحرك آن لكنه بيشوفها وبيبقى غضبان جدا، فبتحاول آن تمتص غضبه وتهديه، وبدأت تلعب وتعمل قدامه حركات بهلوانية، وبيبقى كونج مش فاهم هي بتعمل ايه بس بيبقى مبسوط وفرحان. وبيفضل كونج يوقعها لحد ما بتتعب وبتزعق له عشان ما يوقعهاش تاني، فبيتعصب كونج وبيفضل يكسر في كل حاجة قدامه، وبتقع فوق راسه صخرة فبيزعل وبيمشي. فبتستغل آن الفرصة وبتهرب. ومن ناحية تانية بتظهر لأفراد السفينة حشرات ضخمة وبتفضل تهاجمهم وبيخلصوا عليهم كلهم، لكن بتظهر ليهم سمكة ضخمة وبتاكل 2 منهم وبتغرق الباقي في النهر وبعدها بتختفي. واثناء الفريق وهو بيدور على آن بيسمعوا صوت غريب، وبعدها بيظهر لهم كونج خارج لهم من الكهف وبيترعبوا من حجمه وقوته، وبيموت مساعد القبطان وبيوقعهم من على الشجرة فبيقعوا في حفرة كبيرة. وفي نفس الوقت بنلاقي آن بتهاجمها ديناصورات ضخمة وبتحاول تهرب منهم، وبتدخل جوه حفرة ضيقة لكن بتمشي عليها حشرات كبيرة وبتخاف منهم وبتضطر تخرج منها، وبترجع تهاجمها الديناصورات من تاني، وكانت على وشك الديناصورات تاكلها لولا تدخل كونج وانقذها. وبتبقى مصدومة آن من اللي عمله كونج عشان ينقذها، لكنه بيبقى زعلان منها عشان سابته وهربت وبيسيبها ويمشي. فبتفضل آن تجري وراه فبياخدها معاه، فبتبدأ تقرب آن لكونج اكتر فبيتكون بينهم صداقة. ومع غروب الشمس بتظهر حشرات جديدة وغريبة لكارل وفريقه، وتبقى الحشرات بتهاجم جاك بكل قوة وبتحاصره، وكانت على وشك انها تقتله، لكن بيجي القبطان في اخر لحظة هو وزمايله وبيضربوا نار على الحشرات وبينزلوا حبال ليهم عشان يطلعوا من الحفرة، وفعلا بيقدروا وينقذوهم. وكارل بيشوف الكاميرا بتاعته وهي متكسرة وبيبقى حزين جدا عليها عشان صور بيها كل حاجة من ساعة ما دخل الجزيرة. وبيقرر الفريق لاخر مرة انهم يرجعوا للسفينة عشان نص الفريق مات، لكن جاك بيحس ان لسه في امل انه يقدر ينقذ آن، وبيقرر انه ما يرجعش معاهم ويدور على آن تاني ومش هيرجع من غيرها. وبيشجع كارل انه هيقدر يرجع آن تاني، وقال له انهم هيسيبوا الجسر مفتوح عشان يعرف يرجع للسفينة. ويبدأ يدور على آن لوحده في الجزيرة لحد ما بيلاقيها مع الغوريلا على صخرة عالية لوحديهم، وبيقدر يطلع الصخرة وبتشوفه آن وبيشاور لها عشان تجيله من غير ما كونج يحس، لكن بيحس بيهم وبيفتح عينيه وبيجري وراهم. لكن فجأة مجموعة من الجراد بتهاجم كونج وبيتشتتوا عن جاك وآن وبيوصلوا للجسر اخيرا، لكن بيلاقوا الجسر مرفوع وبيفضلوا ينادوا على كارل وبيفتكروا انه سابهم ومشي. لكن فجأة بيلاقوا كونج وصل لهم، لكن الجسر بيتفتح وبيهربوا من عليه وبيوصلوا للسفينة. وبيفكر كارل في فكرة تعوض عن الكاميرا اللي اتكسرت وعشان يثبت ان اللي حصل ده حقيقي، واتفق مع باقي فريق السفينة انهم يصطادوا كونج وياخدوه معاهم. وبيقرر انهم يستخدموا ازاز المخدر اللي كانت معاهم على السفينة وانها هتساعدهم في تخدير الغوريلا ويقدروا يربطوه وياخدوه معاهم. وبيقدر كارل يقنع قبطان السفينة وباقي فريقه وبيقول لهم لو خطته نجحت هيبقوا اغنياء ومعاهم فلوس كتير، وفعلا بدأوا بتنفيذ خطتهم. واول ما خرج كونج خدروه وربطوه بالحبال، لكن آن بتبقى متضايقة جدا عليه وبتحاول تمنعهم بيأذوه. لكن فجأة كونج بيفك نفسه وبيقدر يموت ناس تانية من الفريق، ما يكونش قدامهم غير انهم يهربوا منه، وبياخدوا قارب ويهربوا بيه ويوصلهم للسفينة. وبيجري وراهم كونج عشان يقتلهم ويرجع آن تاني للجزيرة. وهنا كارل بيلاقي ازازة مخدر وبيضربها من قرب في وش كونج وبتخليه يفقد الوعي، وبيقدروا يسيطروا عليه وبياخدوه معاهم في السفينة. وبيرجعوا نيويورك ومعاهم الغوريلا ويقدموا عرض مسرحي كبير، وبيقدموا كونج وهو مقيد بالسلاسل، وبيتفاجئ بيه الجمهور وبيبقوا خايفين منه. لكن كارل بيطمنه وبيقول لهم كونج مش هيقدر يأذيهم، فمش بيتوافق آن انها تحضر المسرحية عشان مش بتبقى موافقة على اللي عملوه مع كونج، فبتشتغل في مسرحية استعراضية في مسرح تاني، فبيضطروا يجيبوا ممثلة شبهها وبيقدموها للجمهور على انها آن. واول ما كونج شاف الممثلة اللي شبه آن بيتعصب ويفضل يكسر في المسرح، ولما بيمسك الممثلة ومش بيلاقيها آن بيتعصب اكتر وبيرميها وبيجري ورا جاك وبيبقى عايز يقتله. لكن بينجح جاك انه يهرب منه وبيستخبى منه في مكان ضيق وما يقدرش كونج يدخله. وبيخرج كونج للشارع يدور على آن، وكل ما يشوف بنت في الشارع يمسكها ومش بيلاقيها هي فبيرميها. وبتخرج آن من المسرح لما بتلاقي عربيات الشرطة والجيش مالية الشوارع، وبتعرف ان كونج هرب من المسرح وبتجري عشان تدور عليه. وبيروح تاني لجاك عشان يقتله عشان هو اللي خدها منه، والمرة دي بينجح وبيقدر يقلبه بالعربية وكان خلاص على وشك يقتله. لكن اللي بيمنعه انه بيلاقي ان آن جاية من بعيد وبياخدها وبيروحوا مكان فاضي، وبتبقى سعيدة انها شافته تاني. لكن فجأة بيتضرب صاروخ في المكان اللي هم فيه
وبياخدها كونج وبيهربوا من عربيات الشرطة والجيش، وبيطلع بيها أعلى برج في مدينة نيويورك عشان يخليها في أمان. لكن فجأة بيلاقي طيارات بتهاجمه من كل مكان وبيضربوا عليه نار، لكن كونج بيفضل يهاجمهم وبيدمر كذا طيارة منهم. وبيوصل جاك المكان وبيقتحمه وبيعدي الحرس وبيطلع البرج عشان ينقذ آن. ونرجع لكونج اللي بيفقد الوعي بسبب طلقات الرصاص اللي ملت جسمه من رصاص الطيارات، وبيقع من البرج قدام عيون آن اللي بتبقى حزينة عليه جدا وهو بيموت قدامها. وبيوصل ليها جاك وبيواسيها وبينزلها من البرج. وبنلاقي الصحفيين بيتصارعوا عشان يصوروا كونج وهو مرمي على الارض. وبنلاقي كارل رايح يشوف كونج لاخر مره وهو بيقول ان الطيارات مش هي اللي قتلت الوحش، البنت الجميله آن هي اللي قتلته. والفيديو ده اتعمل مخصوص لميار حسام. يا رب يكون عجبكم الفيلم. بس كده.